صار في واحد الوقت اللي القيصر أغسطس خرج أمر باش يتحسبوا كامل سكان الإمبراطورية نتاعو، وندار هاد الحساب قبل الزمان اللي كان فيه كيرينيوس الروماني والي على بلاد الشام. وكل واحد نبعت لبلاد جدوده باش يسجل روحه. يوسف كان من أصل داود، وعلى هذا راح من الناصرة في الجليل البيت لحم في جهة يهودا بلاد النبي داود عليه السلام مع خطيبته مريم عليها السلام. وكانت بالجوف بأمر الله، وكانوا في بيت لحم كي يوصل وقتها باش تولد. وولدت البكر نتاعها وقمطاته ورقداته في معلف، خاطر ما لقاوش مكان في بيت الضيافة. وكان في جهة بيت لحم رعيان يباتوا برا يعسوا المال نتاعهم في الليل. وهاوين ظهر لهم ملاك وفاض عليهم نور وهيبة من عند الله، وهاد الشي خوفهم. بصح الملاك هدنهم وقال: ما تخافوش، أنا جيت مبشركم بهاد الخبر الكبير اللي يفرحوا به جميع الناس. اليوم نزاد سلاككم في بلاد النبي داود، نزاد مولاكم المسيح المنتظر، وراني رايح نوريه لكم. هو مسيود مقمط ومحطوط في معلف. وهاوين ظهروا مع هاد الملاك ملايكة واحد اخرين كانوا يسبحوا في الله رب العالمين ويقولوا: سبحان الله في علاه، وفي الأرض السلام على الناس اللي نالوا رضاه. وولاو الملائكة للسماء، وبداو الرعيان يتحدثوا بيناتهم ويقولوا: هيا نروحوا لبيت لحم ونشوفوا هاد الشي اللي صرا واللي خبرنا الله بيه. وراحوا يجريوا البيت لحم، ولقاو مريم عليها السلام ويوسف معاهم الصغير راقد في المعلف. وخبروهم ببشارة هاد الولد اللي بشرهم بيه الملاك. وكامل اللي كانوا حاضرين اندهشوا. بصح مريم عليها السلام خبات كل هاد الشي اللي صرالها في قلبها، وبقات ديما تخمم وتميز فيه. ولاو الرعيان لمكانهم وهما يقولوا: الحمد لله على الشي اللي سمعناه وريناه واللي كان نتاع الصح كيما خبرنا بيه الملاك.